اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ سومه. النهارده بقى شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى نشوف بقى النهارده ازاي نخلي الرنجه بطريقه سهله وسريعه. هنحط اول حاجه مفرش كده بلاستيك على الرخامه عشان نمنع اي زفاره وتنزل على الرخامه. بعد ما نخلص نشيله كده ونرميه على طول. هنشيل اول حاجه الراس زي ما شفتوا كده، وبعد كده نفتح بسكينه رفيعه من البطن كده من النص، وهنشيل السلسله اللي في الظهر دي من الديل كده، هتتشال كلها معاكي بكل سهولة. بعد كده هنشيل الجناب دي بالسكينة كده، هننضفها كده الاول، ولو فيها بقى بطارخ او اي حاجة طبعا بتطلع معاكي اول حاجة. وهكذا هنعمل في الرنجاية التانية زي ما انتوا شايفين، شلنا الراس. بعد كده هنفتح كده ونطلع البطارخ، ونشيل السلسلة بالراحة كده عشان ما تطلعيش اللحم معاها. ونشيل برضو اي زيادات احنا مش عايزينها، اللي هي على الجنب دي متبقاش نظيفة، بنشيلها ونرميها. وبكده تكون خلصت معانا. زيت بقى وليمون وبصل اخضر بقى. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى الفولو واللايك.